السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. في مفاجأة أسعدت الملايين في الجزائر اليوم بأمر من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حيث أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم الفاف مساء الأمس الخميس بأن 2000 مشجع لمنتخب كرة القدم سيدفعون فقط 50% من تكاليف تذاكر السفر لدولة كوت ديفوار، حيث ستقام فيها مسابقة كأس أفريقيا، وذلك تنفيذا لأمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في إطار مرافقة ومساندة المنتخب الجزائري لكرة القدم المشارك في بطولة كأس أفريقيا لعام 2023 بدولة كوت ديفوار. كما يعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم جماهير ومناصري محاربي الصحراء بأن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد أعطى توجيهات رسمية بخصوص تغطية 50% من تكاليف السفر إلى دولة كوت ديفوار ل2000 مناصر عبر شركة السياحة تورينج، والهدف من ذلك هو السماح لمشجعي فريق الخضر ليكونوا قريبين من منتخب بلادهم خلال مباريات هذه المنافسات القارية.